اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير. يلا بسرعه نغتنم الفرصه، واللي لسه ما صامتش تصوم، واللي لسه بتفكر لا ما تفكريش، يلا دي فرصه العمر، مش هتيجي غير مره واحده بس في السنه. العشرة من ذو الحجه ويوم عرفه، اللهم بلغنا يوم عرفه يا رب. طبعا اليوم ده كل العالم، كل المسلمين بتستناه من السنة للسنة، لأنه بيغفر كل الذنوب. طبعا لو انتي بت يعني بتعملي ورد مرة واحدة، لا اعمليه مرة واتنين وتلاتة. لو انتي بتسبحي مرة في اليوم، سبحي مرة واتنين وتلاتة. الصلاة ما تقطعيش الصلاة خالص، صلي كتير على قد ما تقدري. صلي قيام وصلي كل الفروض بكل النوافل بتاعتها، وربنا هيعينك على شغل بيتك. تمام. اوعي تفوتي اي حاجة في الايام العشرة من ذو الحجة. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، وهقول لكم انا عملت ايه النهارده في الفيديو. بس وريتكم بس شكل البنطلون كان عامل ازاي، نضيف وفله شمعة منورة، وهوريهولكم. وهو طبعا يعني مصلحة. تابعي بس معايا في الفيديو. تعالوا بقى نكمل بقى ايه العشرة من ذو الحجة. مفيش احلى من الايام دي بجد. لو لسه بتفكري، لا ما تفكريش، يلا بسرعة صومي كده الكام يوم دول لغاية ما توصلي ليوم عرفة. ويوم عرفة ده من قبل يوم، من قبلها بيوم كده، من الفجر كده صلي كده قيام ليل، واقعدي قولي ورد من القرآن. امسكي سبحتك واقعدي سبحي. انا عارفه ان في ناس ممكن تقول لا السبحه، لا يا جماعه والله السبحه دي مجرد منبه، مجرد بس تنبيه ان هي تفضل قدامك طول الوقت كده. هي منبه ليك ان انت ما تسيبيش الاذكار وتقولي كل الاذكار، وتقولي كل التسابيح. بجد حاجه يعني بجد جميلة جدا، هتفرق معاكي جدا جدا جدا. ومش بكلمك عن ان انا كلام وخلاص، لا انا بكلمك عن تجربة شخصية والله العظيم. حقيقي بجد السبحة والتسبيح فرق معايا. لما تقولي الاذكار هتفرق معاكي. لما تقولي ورد من القرآن هتفرق معاكي. كل الحاجات دي هتفرق معاكي في اي يوم من ايام ربنا. بس الايام دي يعني بصوا مفيش اجمل منها، مفيش اجمل فعلا من ايام ذو الحجة. حاجة بجد والله العظيم ربنا بينزل فيها رحمات وعفو. اغتنموا الفرصة. بالله عليكم صلوا على النبي كتير، صلوا على النبي كتير. اقعدوا كده امسكوا السبحة وصلوا 100 مرة على النبي، صلوا 100 مرة على النبي. هتحسوا بفرق، فرق في كل حاجة، في رزق، في مال، في ولاد. ما هو مش شرط يكون الرزق برضو مال، لا الرزق ممكن يكون في ولد، الرزق ممكن يكون في صحة، الرزق ممكن يكون في زوج، الرزق ممكن يكون في جار، الرزق ممكن يكون في اخ او اخت، في ام او اب. رزقك ربنا هو اللي بيحدده لك هو ايه. ليك 24 قيراط ربنا هيقسمهم عليك. فمش شرط يعني يكون مثلا حد عنده حاجة طب يا رب انا لا، طب ما تشوف انت عندك ايه. فبصوا ربنا هيرزقكم من حيث لا تحتسبوا، في راحة بال. ممكن يرزقك في راحة بال، ممكن يرزقك نقاوة قلب. مش شرط مال ولا جمال ولا عيال ولا اي حاجة. ممكن ربنا يرزقك يعني راحة قلب كده، تبقي نقية كده، تبقي هينة لينة، تبقي حد جميل، تبقي بصي ربنا بيحب حد. ربنا لما بيحب عبد بيخلي طوب الارض يحبه، بيحبه من في الارض ومن في السماء. يعني لو انتي ربنا بيحبك هيحبب فيكي فعلا خلقه بقى هو ايه بقى. كل حاجة ربنا خلقها، الطير، الشجر، الطوب، كل حاجة ربنا هيحبب. ربنا هيهديلك العاصي، زي ما احنا بنقولها كده بالبلدي، ربنا يهديلك العاصي لما تقربي من ربنا. تمام. تصلي على النبي كتير، تسبحي كتير، سبحان الله وبحمده 100 مرة، استغفر الله العظيم واتوب اليه 100 مرة. شوفي الفرق كل يوم كده. اعملي لك ورد بالسبحة عشان ما تنسيش. السبحة مجرد منبه. هاتي كده اذكار في في التليفون بتاعك. تمام. وابتدي قولي الاذكار، ربنا هيعينك على كل شيء في الدنيا. هنا طبعا بوريكم البنطلون. شايفين والله يا ولادي دول لو بيشتغلوا في الحديد والصلب مش هيجوني كده.
بصوا شايفين عامل ازاي؟ فظيع. هنا علشان طبعا انا انضف البنطلون ده، خلاص بعمل ايه قبل ما ادخله الغسالة؟ تمام. هبتدي ان انا احط كده مية والصابونة، صابونة الوش. همشي صابونة الوش كده على البنطلون، وهعمله بالفرشة الناعمة اهو. بصوا البقعة طلعت مفيش اي كلام اهي، مفيهاش اي كلام، بقى زي الجنيه اهو. ادي بصي، وانا كمان بله بالميه البقعه باينه جدا. مش عارفه يعني بيجولي البناطيل بتاعتهم، وطبعا ابوهم معاهم. البناطيل مصلحه مصلحه، مش عارفه، ما بقولكوا لو بيشتغلوا في الحديد والصلب مش هيجوني كده، لو مش عارفه. بصوا المنظر اهو. الصابونه طلعت كل الحاجات اللي مش نظيفه خلاص، وخلتهولي زي الفل. تمام. جربي بس كده قبل ما تحطي مثلا الغسيل بتاعك في الغسالة، بالذات البناطيل. ادعكيها كويس جدا جدا من عند ايدين كده، من عند دخلة الجيب، الرجلين كده، هتلاقيها يعني بقت زي الفل. لو حطيتيها في الغسالة من غير ما تعملي الحركة دي مش هتنضف معاكي، وهيطلع معاكي البنطلون زي الزفت وشوية، ومش هيبقى نضيف. هنا طبعا كنت قعدت بقى ايه اذاكر لمريومة. طبعا شلتني وقلبت بطني وجابت لي قولون، بس مش مشكله، كانت بتكتب غلط وبتعد غلط. ربنا يهديها ويصلح حالها يا رب. يعني ايه اهو، كل شويه نمسح تقولي لا انا اللي همسح اوعي، وهي اللي ايه تكتب. ذاكرت لها طبعا كده الواجب ده، حاجه بسيطه كده من اليوم، يعني حاجه بسيطه كده من اليوم. هنا طبعا جبت لها بقى الهراشه، قصدي العصايه. جبت لها العصايه دي علشان طبعا لو عملت اي حاجه اضربها بيها. دخلنا بقى على الملاعين. الملاعين انا مسمياها الملاعين مش المواعين، لان هي مش عارفه بتزيد، يعني مش عارفه ايه الفكره ان هي تزيد، مش عارفه. طبعا هنغسل بقى الملاعين كده علشان نبتدي بقى ايه، يعني نعمل مواعين تانية. هو احنا يعني مش بنبطل مواعين يعني. بصي بقى خلينا بقى في ايه، في الاذكار اللي احنا هنقولها. تمام. وانت بقى ايه واقفه بتعملي المواعين كده يا قمر، خلاص شغلي بقى الاذكار ودندني. شغلي الاذكار ودندني بقى مع الاذكار، مش تغني، ما اقصدش بالدندنه انك انت تغني، يعني اقصد ان انت وانت بتعملي المواعين او بتعملي شغل بيتك قولي الاذكار. تمام. خلصتي مثلا العصر جدا، سيبي اللي في ايدك، روحي صلي وارجعي اشتغلي تاني، لان مفيش حاجه اصلا هتعينك على شغل البيت غير الصلاة، وكمان الذكر. وطول ما انتي لسانك ذاكر شاكر لله، انتي بتطلعي درجات عند ربنا. وعلى طول قولي اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي خليها على طول في لسانك، يعني لو حسيتي بكسل كده عن العبادة قولي كده في الصلاة، وانت بتركعي وانت بتسجدي ادعي الدعاء ده: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اكون انا بفيدكم بحاجة تبقى في ميزان حسناتي. تمام. وانتوا كمان تتعلموها وتقولوها وترددوها علشان تبقى في ميزان حسناتي. طبعا بالله عليكم ما تنسوش تكتبوا تحت في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عايزه اقول لكم ان انا في اليوم اللي انا بعمل فيه التنظيف ده، او مثلا المواعين ونظف البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وعملت معاكم الاكل في الاول، والله العظيم 3 انا ظهري ربنا وحده اللي عالم بيه. والناس كتير على فكره متابعيني خلاص، وعارفين ان انا ظهري تعبني جدا جدا جدا، والحمد لله ربنا بيعني علشان بقول كده: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن